تخيل انا والد طفله وحيده عمرها سنه و8 اشهر، اضطريت اوديها للتشريح بالطب العادي. شرحوها لابني، بنية شرحت بالطب العادي بالطبيب الاختصاص، واجاني اول ما فات عردها خلى الفايل مال المريضه على الطبله مال بنتي وقال لا تشتكي علي انا، حتى بدون سلام، بدون ما يسال عن حاله الطفله، بدون ما يشوفها شلون صارت. بعد 3 ايام ما شايفها هو خلى الفايل وقال لي لا تشتكي علي انا، واذا تشتكي علي انا نراوي القاضي هاي الفايل ونشوف انه داخل الفايل مكتوب الاجراءات كلها مضبوطه. قلت له انا ما جاي اريد اشتكي، انا الطفله حتى لو بسبب خطا طبي صار بها هاي الحاله عالجوها، شنو عندكم علاج الها سووا، وانا ما اشتكي، ما عندي اي شكوى على الموضوع، بس عالجوها حاليا. قال لي ما نعالجها هنا، ما سويت اي شيء حاليا مستشفى الفراهيدي، هسه راح اوقع خروجيتك وتطلع مستشفى السياب، ننتظرك انا مستشفى السياب وهناك ويا طبيب الجمله العصبيه نعالجها. قلت له ليش طبيب الجمله العصبيه؟ قال لها التهاب سحايا. قلت له الاعراض حسب ما قال صديقي الطبيب مو اعراض سحايا، بس انتم ما اعرف، فممكن نشيك بس درجه السموم بكبدها البراسيلون نسوي هذا الفحص. قال ما نسوي اي شيء مستشفى الفراهيدي حاليا، مستشفى الفراهيدي بعد ما تتحملك ما تبقى عندها انت، هسه تطلع راح انزل اوقع خروجيتك انا، واذا ما طلعت راح يصعدون السكيورتي يطلعونك. المهم نزل هو الدكتور، انا بقيت ما اعرف شنو اتصرف، ما عندي اي حلول. اتصلت بهذا الدكتور صديقي مره ثانيه، قال كيفك انت شنو تقرر سوي. بقيت انا تقريبا ساعه ورا هاي الحاله، بقيت ساعه بمستشفى الفراهيدي، اجوا صعدوا السكيورتي قالوا طبيب ينتظرك، وبكل الحالات انت اذا ما تطلع صح تو دافع بقائك مال الرد هاليوم كامل، بس ما يجونك لا ممرضين ولا معاونين طب، تبقى مثل الفندق قاعد هنا وما حد يجيك لين طبيب وقع خروجيتك بعد ما عندها فايل يمنا ولا علاجات ولا هذا. فانا بهالحاله وصلت مرحله انه بعد ما اعرف شنو اسوي، فاخذت طفله الساعه 10:30 هاي صباحا، اخذت الطفله من مستشفى الفراهيدي رحنا مستشفى ابن غزوان. لاقاني طبيب مقيم مستشفى ابن غزوان، شرحت له الحاله، قال هات تسمم باراسيتامول، واضح على اعراض اللي عندها مبين انه هي تسمم باراسيتامول. الحل شنو؟ قال لازم نسوي لها تحليل للكبد، نشوف هذا ال تي نفس اللي قال عليه صديق الدكتور، ليفر فانكشن تيست، نسويه ونشوف شنو درجه التسمم اللي هذا، على اساسها نبدي نعطيها مضاد التسمم مال الباراسيتامول. تمام، روح سوي هاي التحاليل. اخذت التحاليل اسويها، مختبر الخارجي اللي بطوارئ مستشفى بن غزوان، قالوا هذا الليفر فانكشن تيست ما موجود عندنا بالخارجي، تروح للمختبر الداخلي داخل المستشفى. اخذت العينه جرعه مال الانبوله مال الدم، ورحت المختبر الداخلي حطيتهم الانبوله، قالوا لي نص ساعه ربع ساعه نص ساعه وتكمل الجرعه تعال استلم. بعد نص ساعه رجعت لهم، لقيت الشخص نفسه لاقاني بالباب اللي شفته قبل 12 ساعه بالوحده